حبيت بقى اشارك معاكم يوم النهاردة وانا بعمل الرقاق الطري يا بنات. هعمل كيلو دقيق واحد، وحبيت اشارك الطريقة معاكم من الاول للاخر. هنا نزلت بكيلو دقيق، نخلته زي ما شايفين كده، وبتشاهد عليه زي ما امي علمتنا. لازم تتشاهدي على الدقيق ولازم تنخليه، الامر ما يستغناش. وخاصة بقى ان الصيف داخل كمان يا جماعة، فمحدش يضمن يكون في الدقيق ايه. فدايما المنخل الحرير ده يكون عندك، تنخلي بيه الدقيق حتى لو بتعملي كيكة في المطبخ. بعد كده بقى عجنته بحليب او بلبن رايب، الرقاق بيحب اللبن، فيا اما تعجني بحليب او بلبن رايب. بعد كده نزلت على الكيلو الدقيق بربع كوباية سمنة، سواء بلدي بقري او جاموسي. المهم ان هو يكون بقى بلدي، عشان ريحة السمنة البلدي بتكون حلوة قوي في الرقاق وبتديله طعم يجنن. بس كده عجنت العجينة وبتخليها متماسكة شوية مش طرية. ليه بقى؟ لان احنا هنفرد العجينة، فلازم تكون متماسكة معانا، انما لو طرية هتتقطع معاكي. اعجني العجينة على قد ما تقدري، وسيبيها ترتاح برضو على قد ما تقدري. يعني انا عجنتها وريحتها، وبعد كده قرصته وغطيته بفوطة مبلولة مية ومعصورة كويس جدا، بس عشان الوش ما ينشفش. وبتسيبيه برضو قيمة ربع ساعة او تلت ساعة يرتاح بعد ما بتقرصيه. بعد كده بدأت اكسره كده، يعني الكمية اللي قدامي كلها، علشان انا بشتغل لوحدي. طبعا لو في حد بيساعدك بيكون قاعد يعمل الحاجة التكسيرة دي معاكي، اللي هو يعني بيبطها شوية صغيرة كده. هنا بقى شغلت الفرن بتاعي وبدأت استعد ان انا خلاص هدخل الفرن. ونسيت اقول لكم ان الرقاق مش بيتحط له خميره يا جماعه، انا احيانا بحط له باكو بيكنج باودر، بيظبط معايا العجينه قوي وبيخليها جميله. انما خميره يبقى عيش مش رقاق. ولعت الفرن من تحت هادي جدا، والرقاق مش بيحب النار العاليه، يعني تقدري ان انت كمان تسويه في فرن البوتاجاز عادي خالص. بس الصراحه انا مش بفضل، لان الفرن بيتبهدل، البوتاجاز بيتبهدل، والمطبخ كمان بيتبهدل دقيق. وبدأت ادخل كده الرقاق بتاعي الفرن هنا، وكنت بحط بالاتنين. زي شايفين يعني الكاميرا ظلمه والله يا بنات، التليفون على قد حاله كده، فالكاميرا بجد ظلمه الشكل. لكن الرقاقه طالعه، عايزه اقول لكم الريحه قلب الدنيا. ده غير ان الرقاق طالع يعني ما شاء الله طري قوي من الحليب ومن السمنه. الله اعظم العظمه لله. امان عليكي، لو عجبك الفيديو حطي لي اللايك وشجعيني، وانزلي في التعليقات صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. كونوا سبب يعني انا عايزة الفيديو ده يكون سبب لتوصيلة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام اكبر عدد صلوات. فيلا فرحونا كده، وانزلوا في التعليقات صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اللايك والتعليق بيرفع الفيديو. بصوا بقى شكل الرقاق بتاعي عامل ازاي. منتظرة بقى تقولوا لي رأيكم. انا بحب بصراحة الطريقة دي في الفرد، الطريقة دي انا اتعلمتها من امي، ودايما امي بتعمله كده. لكن في ناس بتعمله مدور. حلو قوي يا بنات، جربوه هيعجبكم. ما شاء الله. الفرن اهم حاجة يكون يعني تكوني مهدياه من تحت، ومن فوق يكون عالي زي ما شايفة كده. طريقة الفرد بقى يعني انت وراحتك فيها، لكن اهم حاجة لازم يكون رقيق مش تخين. هو اسمه رقاق، فهو لو تخين وما عرفتيش تفرديه تاني يوم هتلاقيه مش حلو في الاكل. فهو لازم يكون رقيق كده، وتفرديه على قد ما تقدري. الكيلو ما شاء الله طلع لي كمية حلوة جدا تبارك الله. يستاهل بقكم والله. لو طلت ان انا احدف لكم، يعني احدف لكم دلوقتي منه كده هحدف لكم. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش بقى تشجعوني في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.